don't settle for the bare minimum. ازيكم عاملين ايه؟ انا عارفه انكم مش متعودين عليا ان انا واحده بقى سيريس وكده، بس انا عارفه ان انتي مش عايزه تسمعي الكلام ده، بس انا هقولهولك ولازم تسمعيه. في حاجات كتيرة قوي كنت بجد بحس ان انا مش عايزه اسمعها من اي حد، وحتى ما بقولها لنفسي ببقى بجد بعمل اللي هو كده، انا مش هسمع، انا ولا شايفه ولا سامعه ولا اي حاجه، فبعمل نفسي عبيطه عشان اشوف بس اللي انا عايزه اشوفه او اسمع بس اللي انا عايزه اسمعه. كان دايما بيتقال لي الحب مش كل حاجه، مش معنى ان انتوا بتحبوا بعض ان انتوا مناسبين لبعض، ودي كانت اصح جمله انا سمعتها في حياتي. فعلا ممكن نكون بنحب بعض بس مش نفس الدماغ، مش نفس الاهداف. ممكن تكوني بتحبي واحد بس الواحد اللي انت بتحبيه ده ما عندوش طموح في حياته، فانت تفضلي بتبني في نفسك تبني في نفسك تبني في نفسك، وهو عمال بيتفرج عليكي. هو بيحبك وكل حاجه، بس انت هتكبري وهو هيفضل واقف في مكانه، وانت هتكوني مش حاسه ان ده الشخص اللي انت عايزاه. انت عايزه حد يشجعك يخليكي تكملي على طول، حد يكون معاكي في الحلوه وفي الوحشه، وفي الوحشه قبل الحلوه اكيد. فمش معنى ان احنا بنحب بعض ان احنا مناسبين لبعض، ودي كانت اصح حاجه انا سمعتها. ممكن نكون مش عارفين نتعامل مع بعض، مش عارفين حتى نتكلم، مش عارفين حتى اقل جمله. هو مثلا ممكن يقولك صباح الخير، انت هتسمعي صباح الخير اللي هو صباح الخير، فعلشان هو طريقته بتبقى بالاسلوب ده. كان عندي واحده صاحبتي بجد البنت دي كانت انا كنت بحبها قوي، لحد دلوقتي بحبها، بس البنت دي يا عيني انا كنت دايما بشوف her partner كان بيتعامل معاها ازاي. بجد كان دايما يقعد يقلل منها قدام اي حد تيجي تسلم على حد، يا عم دي اصلا تافهه. مفيش واحد بيحب واحده هيبقى عايز يقلل منها قدام صحابه او في قعده كبيره. دي حاجه، دي استحاله. الواحد اما بيحب واحده، انا شفت الواحد اما بيحب واحده بيعمل ايه، بيحس ان هو مش مصدق نفسه وبجد فرحان فرح مش طبيعي، يكون بيقول هي دي صاحبتي او هي دي خطيبتي او هي دي مراتي. فان احنا نقعد في قعده احنا حاسين ان احنا الجاتس بتاعتنا بتقول لنا انا مكاني مش هنا، لازم تسمعي الكلام ده. لو حسيتي في مره ان انت قاعده في وسط ناس وحاسه ان ده مش مكانك، ده مش المكان اللي انت عايزه تبقي فيه، وحاسه ان انت مش عارفه تتكلمي وخايفه تتكلمي، واول ما تتكلمي تحسي ان انت كلامك بيتفهم غلط، ده مش مكانك يا حبيبتي، ده مش مكانك. انت مش محتاجه تشرحي نفسك للناس اللي انت قاعده معاهم، بالعكس هم هيعرفوكي. الناس دي لو قعدت معاكي مره واثنين وثلاثه هيبقوا عارفين انت تتعاملي ازاي، انت ساكته ليه، انت بتتعاملي ازاي. فان انت تكوني قاعده في وسط ناس والبارتنر بتاعك يقلل منك عشان هو عايز يعلي عليكي يغطي عليكي ويخليكي الكلاون بتاعت القعده، لا استحاله مفيش واحد بيحب واحده يعمل معاها كده. وانا اسفه ان انت هتسمعي الكلام ده، بس فعلا الواحد لما بيحب واحده بيعاملها كانها ملكه، بيبقى عايز يجيب لها النجوم اللي في السماء دي وينزلها لها تحت. وده انا الحاجات دي انا شفتها بعيني وشفت بجد الولد ممكن يروح المايلز قد ايه عشان يبين للبنت ان هو بيحبها. فانت ليه واحده جميله واموره ومفيش في شخصيتك وبجد بتهتمي بنفسك، وحتى لو مش بتهتمي بنفسك انت حره تعملي اللي انت عايزاه، ليه بعد كل ده تقبلي بواحد بيقولك ان هو بيحبك بس ما بيعملكيش افعال، وانت مصدقه ان هو يا حبيبتي بيقولك انا بحبك؟ لا، مش معنى ان انت بتحبي حد ان انت بجد بتحبيه، ممكن تكوني متعلقه بيه. انا اكتشفت كل الريليشن شيبس بتاعتي ان انا كنت متعلقه عشان انا كان عندي مشكله، ومشكلتي ان انا ما كنتش قريبه مثلا من بابايا مثلا. فبدل ما انت بجد تقللي من نفسك قدام واحد غريب، حاولي تصلحي علاقتك. ممكن يكون الموضوع صعب، ممكن يكون الموضوع جدا صعب ان انت عندك مثلا دادي ايشوز او حاجات كتير قوي، وانا طبعا فاهمه الموضوع ده، بس بتحاولي تملي الفراغ ده بحاجه تانية، مش ان انت تروحي لواحد يقلل منك ويخليكي بجد مش مبسوطه بس انت معاه عشان بس انت شايفه ان هو بيحبك، عشان هو بس بيقولك انا بحبك. نرجع لصاحبتي اللي كانت البنت هي معميه بشكل مش طبيعي، الولد بيقلل منها ويقعد يعاكس بنات قدامها. الولد لما بيحب بيبقى عامل كده، انا مش مصدق ان هي معاه. فانت ليه تخلي نفسك في حته ان انت مع واحد عادي ممكن يبصبص على البنات التانية، وده كده بيقلل من احترامك انت، يعني بيقلل منك انت قدام الناس وقدام كل حد. فصراحه العلاقه دي يعني هي انتهت
طبعا انا كنت متاكده ان هي هتنتهي، وانتهت بشكل وحش جدا. بس في الاول وفي الاخر العلاقات دي بتنتهي، ولو ما انتهتش واتجوزتوا هتتطلقوا، لان هتيجي في بوينت في وقت كده هتحسي لا انا مش قادره اكمل، انا مش قادره اكمل في عدم الاهتمام وعدم الاحترام، وان واحد يبقى بجد بيقلل مني في حتت كتيره وشايفني مش انف، شايفني مش كافيه ليه، مش حاجه كويسه. انت دخلتي ليه فيها اصلا وهو ليه دخل فيها؟ ففوقي. فوقي لنفسك واعرفي قيمتك، عشان انت لو ما عرفتيش قيمتك يا ستي، حتى لو مش عارفه قيمتك مثلي انك عارفه قيمتك. انا جات لي فتره بجد كنت في اسوأ حالاتي، ودايما بصحى الصبح ابص على نفسي في المرايه بقول ايه القرف ده، انا ليه تخينه من هنا، انا ليه وشي عامل كده، انا ليه عيني عامله كده، انا ليه عندي حاجه هنا، انا ليه مثلا انا وانا صغيره دقني اتفتح، هي دي ازاي اعملها، طب انا عايزه اعمل مناخيري، طب انا عايزه اعمل مش عارفه ايه، طب انا عايزه اخس، طب انا عايزه اخد حقن تخسيس. وحسيت هو انا ليه بهلك نفسي كده، هي ما تستحقش كده، هي ما تستحقش كده، هي ما عملتليش اي حاجه، انا عشان الكلام من الناس بيأثر فيا، كلام الناس بيأثر فيا، فانا حاسه ان انا وحشه جدا، مع ان الناس مثلا تشوفني تقولي انت اموره قوي، لحد ما حاولت اصحى الصبح اقول لا ليلي انت كويسه، انت اموره، نياله اللي هياخدك، نياله، لان انا اصحابي كلهم سوريين دلوقتي فبقيت اسمعها كتير. بس بعد اقول يا بخته بجد، انا شايفه ان انا طيبه، بسامح بسرعه، انا ما بحب حد بديله الدنيا، مع ان المفروض انا كبنت ما اعملش كده، يبقى في توازن، بس انا ما بجد ما بحب حد ببقى عايزه ابسطه قوي، بقى مش نكديه خالص، انا ممكن مثلا ازعل من حاجه وبعد كده في ثانيتها خلاص نسيتها خلاص، لان انا ما بحبش اطول في الزعل خلاص. فبقيت اصحى الصبح اقول يا ليلي لا النهارده انت شكلك حلو، طب النهارده شعرك حلو، الله خسيتي سنه، حتى لو انا مش حاساها بقول لنفسي في المرايه عشان الكلام يدخل عقلي يدخل دماغي، خلاص انا بقيت بقول على نفسي جميله، لو انا حتى مش حاساها بقول علشان احسها. فاعملي كده، حتى لو انت مش حاسه قولي لنفسك انت بجد تستاهلي ايه يا ستي، قولي ان انت تستاهلي 1 ملياردير، افضلي مانيفست كده لحد ما هتلاقي فعلا بجد جالك اللي انت تستحقيه. اطلبي، اتمني اللي انت عايزاه، لو حد قال لك ده كتير قوي عليكي قولي له هو مفيش حاجه كتير عليا، لان فعلا مفيش حاجه كتير عليكي، وانا فعلا اكتشفت ان مفيش حاجه كتير عليكي، انت بتاتراكت الحاجه اللي انت دايما حاساها. لازم تحسي بقيمتك، لازم حتى لو انت مش واثقه في نفسك تبقي مبينه للناس ان انت واثقه في نفسك، لان بجد الانرجي اللي بتطلع منك دي، الامبريشن اللي بيطلع من الناس، صدقيني بجد والله العظيم بيأثر قوي. فعمرك ما تقللي من نفسك، خليكي دايما شايفه ان انت واحده مفيش منك، كلنا مختلفين عن بعض، كل واحد عنده حاجه التاني مش عنده، فانت يونيك بطريقتك، بستايلك، بطريقه كلامك، بتفكيرك. ما تخليش حد يلعب في دماغك ويحسسك ان انت واحده قليله، نهائي انت ما تستحقيش كده، انت تستحقي احسن حاجه في الدنيا. اللي بيحبك عمره ما هيحسسك ان انت لود عليه او عبء عليه، بالعكس الشخص الصح هيحسسك ان وجودك بجد مهم، يعني عمره ما هيحسسك مثلا ان انت مثلا بجد خنيقه. انا هحكي لكم بقى قصه عني انا، ودي الصراحه حاجه دايما بتوجعني قوي، لان انا عندي ADHD، وانا ما كنتش عارفه ان انا عندي ADHD لحد فتره قليله قوي، لان انا كنت دايما بستغرب، انا دايما مثلا ببقى موجوده في مكان والله العظيم يا جماعه لازم اوقع حاجه او اكسر حاجه او اتحرك كتير، او مثلا لما حد يقول لي انا بحب مثلا وان دايركشن انا كمان بحبه، ولا تلاقوني بقى عماله بوقع كل حاجه على الارض وخلاص انا مش عارفه اتمالك اعصابي، وانا اصلا مش عارفه اقعد. فدايما لما كنت مثلا بقابل حد مثلا بنقعد نتكلم ومش عارفه ايه، اقعد بقى احكي لهم عني، بس انا مش ببقى مثلا بحاول افيك مثلا او بحاول اتصنع، لا انا دي شخصيتي. اي حد هيشوفني في الشارع بنفس الطريقه اللي بتعامل بيها، بنفس الطريقه اللي بتعامل بيها مع ده، كل الناس زي بعض. ففي مره انا كان في ولد انا كنت يعني في سنه اعجاب يعني، فانا دايما بقعد بقى اللي هو مثلا اتحرك هنا واعمل كده، وتلاقوني بقى مثلا لو احنا اصحاب مثلا افتح مثلا فيديو نوت واقول لهم هاي انا بعمل 1 2 3، دي شخصيتي. ففي مره واحد بجد جه قال لي هو بجد ممكن تبطلي القرف اللي انت بتعمليه ده، بجد ايه ده، انت بجد محتاجه تقللي اللي انت بتعمليه بجد، عشان بجد بدات اتخنق.
حسيت بكسره صغنونه، لان الشخص ده كان عادي بيتكلم معايا عادي، لان احنا اصحاب يعني صحاب عادي، حتى ما كانش فيه اي حاجه. فحسيت كده اللي هو انت ازاي تقول لي اعمل ايه او ما اعملش ايه وانت عارف ان دي شخصيتي؟ يعني لو مش عايز عادي ممكن تقول لي خلاص انا بطلي، بس اللي هو مثلا حاسس محتاج تقللي، ما عنديش وقت مثلا اشوف الحاجات دي او اي حاجه. فحسيت من بعديها وانا جالي سويتش مش طبيعي، بقيت ان انا اخاف ان انا مثلا ابقى بكلم حد متحمسه قوي اعمل حاجه، اللي هو مثلا اكسر حاجه او اوقع حاجه. طبعا مش بقصدي، مش بكسر عشان انا عايزه اكسر، انا مثلا ممكن يكون مثلا قدامي كوبايه، فمثلا حد قال حاجه بجد عجباني قوي فاقوم وبعد كده تلاقوا الحاجه وقعت. فبقيت دلوقتي بحاول اخلي بالي من اي حاجه، اخلي بالي من نفسي علشان ما حدش يديني جمله. لحد برضو ما كنت قاعده مع ناس وكنت اللي هو كنت اتحمست قوي، في مره واحده قعدت كده وقعدت افكر كتير، فبان ان انا فكرت، فقالوا لي هو في ايه كنت هايبر اكتيف قوي، ايه اللي حصل؟ فافتكرت الموقف ده، ان كان في واحد عمل معايا 1 2 3 وقال لي مش عارف ايه وبطلي قرف وهبل. فبعد كده قالوا لي يعني هو اللي بجد حابب وجودك او حبك عامه عمره ما هيحسسك ان انت بجد بتعملي حاجه بجد بتضايقه، الا تكون حاجه بتضايقه هو بس. عمر ما حد يكون بجد انت فارقاله، هيكسرك في حته هي موجوده فيكي انت مش عارفه تغيريها، او مش عارفه تغيريها، انت مش بتاذي حد بس انت دي شخصيتك. فعمر ما اللي بيحبك او معجب بيكي او حد من صحابك، حتى لو واحده صاحبتك، عمرها ما هتحسسك ان انت عبء او انت مثلا شخصيتك مثلا مستفزه تافهه، حاجات كتيره كده. اتعلموا بجد يعني تقدروا نفسكم وما تخلوش حد يقلل منكم نهائي نهائي نهائي. اتعلمت ان انا خلاص يعني انا مش بحاول، اللي هو دايما بقول لي ما تطلعيش شخصيتك مره واحده، حاولي تهدي التون بتاعك يهدى. لو انا مثلا كده بنزل اللي هو لا خلاص حاولي كده لحد ما يعرفوني ويشوفوا شخصيتي، عشان خايفه اسمع الكلام ده تاني، الكلام صح بيضايق. اخر حاجه هقولها لك، لو هو بيتجاهلك مش معنى كده ان هو بيتقل عليكي، صدقيني اسمعيها مني بقى. لو هو بيتجاهلك معنى كده ان هو مش interested، مش مهتم، في حد تاني بيحب واحده تانيه. فما تضيعيش وقت، ما تضيعيش وقتك، عشان بجد لو ضيعتي وقتك يعني انت اللي هتتعبي مش هو. وبس يعني حبيت اقول لكم كل النصايح اللي انا ما كنتش اسمعها في حياتي، سمعتها وكان لازم اعرفها. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير وفولو علشان تشوفوني اكتر وتفعلوا الجرس، وقولوا لي ايه اكتر حاجه كنتوا سمعتوها ومش عايزين تسمعوها واكتشفتوا ان هي صح. ولو عايزين من ده اكتر قولوا لي، لان انا حابه قوي ان انا اقعد اتكلم معاكم واحكي لكم كل الحاجات اللي انا مريت بيها، وعشان اشوف الفيديوهات دي تاني، عشان لو دخل حد في حياتي اشوف الحاجات دي وافتكر انا المفروض اعمل ايه وما اعملش ايه.